ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وفي لفظ ضلع الدين وقهر الرجال. وهذا الحديث له أصل، وهي له قصة جاءت في السنن بإسناد محل بحث عند أهل العلم، من حديث أبي أمامة، أو من حديث أن أحد الصحابة قال: دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فوجد رجلا يقال له أبو أمامة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي أجلسك في غير وقت الصلاة؟ يعني الصلاة ما دخل الوقت. قال: هموم لزمتني يا رسول الله، ديون وهموم. فقال: ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. واللفظ الآخر أصح، وهو ضلع الدين وقهر الرجال. يقولها الإنسان في أذكار الصباح والمساء، وأيضا ندعو بها ولو في صلاته، يستعيذ بالله تعالى منها. طبعا أبو أمامة قال: فأذهب الله همي وقضى عني دين.